هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله معانا آه حاجة صحية جدا جدا جدا. تنفع لأي حد مثلا ممكن يكون بيعمل دايت. تنفع لأطفال. تنفع لحد مثلا يكون عنده سمنة زيادة. حد مثلا ممكن يكون عنده مقاومة أنسولين. أي حد عنده حساسية مثلا من الدقيق الأبيض أو حاجة. النهارده معانا بيتزا هنعملها ان شاء الله بمكونات كلها صحية ومش مكلفة، وهتبقى حاجات ان شاء الله سهلة كده وسعرات حرارية قليلة جدا يعني. اول حاجه هنعمل بيتزا بالستريبس، بالشوفان، بدقيق الشوفان، يعني مش هنستعمل فيها دقيق ابيض خالص. انا اول حاجه هنا علشان اعمل حجم البيتزا اللي انتوا شفتوها في الاول، جبت كوبايتين من دقيق الشوفان او الشوفان وانا طحنته في البيت، تمام؟ بس هو لازم يكون دقيق في الاخر. وبعدين حطيت عليه معلقه من الخميره، وحطيت عليه رشه صغيره من الملح. وبعدين طبعا مفيش سكر ومفيش اي حاجه من الحاجات دي لان احنا عايزينها قليله السعرات. وبعدين جبت معلقتين بالظبط من زيت الزيتون ومعلقتين من الزبادي، وهبدأ ان انا اخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا جدا. جبت مج تاني ودفيت فيه اللبن شوية، يعني طبعا لبن مغلي سابقا بس كان ساقع وقتها. انا دفيته شوية وبدأت ان انا احط على دقيق الشوفان من اللبن او الحليب ده شوية بشوية لحد ما اكون عجينة كويسة معايا. انا ليه ما بحطش كمية المادة السائلة يعني كلها مرة واحدة؟ لان دقيق الشوفان عندي ما ينفعش ان هو يتحط له كميه الميه كامله. احنا لازم نحط ونبدا نخلط بايدينا، عشان كده انا بوريكم الخطوات واحده واحده. لازم نحط يعني مثلا معلقتين 3 لبن او معلقتين 3 ميه مثلا، وخلاص على كده، ونعجن ونبدا نشوف تاني ونعجن لحد ما نشوف ان العجينه بتاعتنا استكفت ولا لا. طبعا العجينه بتاعت الشوفان احنا هنسيبها تخمر شويه. برضو هي مش من النوع اللي بيخمر فبيزيد قوي في الحجم، مش بيتضاعف ولا الكلام ده يعني. انا عايزه العجينه معايا تكون فيها سنه تلزيق بسيطه، علشان هي لما تيجي تتركن على جنب شويه بتبدا ان هي تشرب من السوائل وبتبدا ان هي تنشف. طيب انا لو جبتها ولقيتها نشفت مثلا، عادي اضيف لها شويه لبن كمان، خلاص، بحيث ان هي تبقى طريه لينه اقدر ان انا اشكلها على ايدي. هنا جبنا بقى الطاسه عشان نعمل برضو الصلصه بتاعت البيتزا. انا عندي هنا صلصه كانت جاهزه بالثوم بتاعها بكل حاجه ومتفرزه. هبدا ان انا احط معلقه واحده من زيت الزيتون في طاسه مثلا على النار، وابدا احط فيها مكعبات الصلصه اللي انا اصلا مجهزاها بالثوم قبل كده بس من غير توابل، تمام؟ هبدا ان انا احطها على النار تفك، وبعدين هبدا ان انا احط معلقه او يعني رشه صغيره من الفلفل الاسود ورشه صغيره من الملح. حاجات بسيطة جدا، وكل ده نازل على معلقة زيت زيتون واحدة بس. طبعا ملحقش يسخن ولا اي حاجة، مجرد ان الصلصة دابت وخلاص، لان الصلصة اوريدي جاهزة ومتسبكة من قبل ومحطوط عليها التوم. دي الصلصة اللي احنا كنا مجهزينها، انا خدت منها حوالي معلقتين او 3 علشان تكفي البيتزاية اللي احنا عاملينها. تمام. بعد كده معايا هنا كوباية الا ربع من الجبنة الموتزاريلا الطبيعي، ما تكونش فيها دهون نباتية، طبيعي. معايا هنا كمان 3 شرايح كده من الستريبس عاملينهم في الاير فراير بمعلقتين زيت ولا حاجة. ومعايا فلفل الوان احمر واخضر، ومعايا كمان شوية زيتون مخلل شوية صغيرين، يعني حبة يعني يعتبر معلقتين. خلاص كده، هي دي المكونات اللي احنا هنعمل بيها بيتزا الشوفان الصحية بتاعتنا النهاردة. هنا انا كنت سايبه العجينه بتاعتي تخمر شويه او ترتاح شويه على الاقل ربع ساعه. هي مش بتخمر قوي او مش بتنفش جامد لان احنا مش مزودين برضو فيها الخميره. هنبدا ان احنا نجيب صينيه اللي احنا هندخلها الفرن او هتستوي فيها البيتزا. بحط بالظبط معلقه واحده من السمنه البلدي، معلقه واحده من السمنه البلدي، وهبدا ان انا افردها في الطاسه بتاعتي او الصينيه اللي انا هدخل فيها البيتزا بفرشه، ماشي، بفرشه توزيع. ان انا عايزه هي دي تكون الطبقه العازله ما بين ال الحاجه اللي انا هسوي فيها والبيتزا بتاعتي، علشان ما تلزقش في الصينيه بتاعتي وتبقى بسهوله جدا تطلع يعني. في ناس ممكن تبدرها برضو مثلا بدقيق شوفان او حاجه، بس لا، انا ملهوش لازمه خالص معانا يعني. واحنا هنا كده خلاص فردناها، وانا عشان افردها، انا بدأت ان انا احطها على الصينية عادي، وحطيت عليها كيس بلاستيك ماشي مفروض، وبدأت ان انا بايدي ابطط وافرد كويس جدا جدا فيها بالسمك اللي انا عايزاه. وطبعا انا مش عايزاها بسمك عريض، انا عايزاها بحاجة خفيفة خالص بحيث ان هي تطلع معانا مش بان، تطلع معانا نفس الايطاليان كده، تمام؟
بس ده اول حاجه. بعد كده جبنا الصلصه بتاعتنا، هبدا ان انا احط منها حبه حلوين، هي كده كده يعني مش فيها اي دهون او حاجه، بس الصلصه لما بتبقى يعني كتير شويه على البيتزا بتخليها حلوه جدا جدا بجد، على عكس ما هي تبقى قليله يعني. فدي الطبقه الكافيه اللي احنا حطيناها للبيتزا بتاعتنا، بيتزا الشوفان. هنبدأ ان احنا ننزل بالخضار بقى بتاعنا المشكل. انا معايا هنا كان ممكن برضو احط طماطم او ممكن احط بصل، بس هي بتبقى على حسب الذوق العام يعني، تقدري تحطي فيها اي خضار انت عايزاه. انا هنا حطيت فلفل الوان اخضر واحمر. تمام، هفرده كويس جدا بحيث ان مش كله يبقى متجمع في حتة واحدة. وبعدين هبدأ ان انا احط عليهم كمان الزيتون. تمام، بيبقى شكلها في الاخر حلو جدا جدا. وطبعا لما تيجوا تقطعوا الفلفل حاولوا ان انتوا تقطعوه رفيع جدا، بحيث لما يدخل يبقى سهل في الاكل، ما يبقاش يعني حي قوي في البق. خلاص، هنا بنحط برضو شوية من الزيتون اللي احنا مقطعينه، هو انا قلت معلقتين بس زيتون، بحيث انها ما تبقاش سعرات يعني كتير او حاجات مالحة كتير يعني. خلاص، مجرد ان هي طعمها بس. وبعد كده هنا خدنا البانيه بتاعنا، هبدأ ان انا احط البانيه او القطع الستريبس يعني، هحطها كلها على الوش كده بشكل برضو منتظم. خلاص، دي اهم حاجة ان انتوا ترتبوا البيتزا بتاعتكم او التوبنج اللي انتوا هتحطوه بشكل متساوي، بحيث ان اللي ياخد قطعة مثلا تبقى فيها كل حاجة، شاملة كل حاجة. بس كده احنا كده خلصنا كمية الستريبس. وبعدين هندخل على الجبنة الموتزاريلا، اخر حاجة هنحطها، وبعد كده ندخل في فرن على طول. وطبعا الفرن في المرحلة دي شغال، الفرن سابق التسخين يا جماعة، ما ينفعش ان احنا ندخلها على فرن يعني مش متسخن او نسخنها وهي لسه تتحط. فالفرن بيكون سابق التسخين على درجة حرارة 180. بتاخد يعني رينج حوالي تلت ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة، على حسب برضو درجة حرارة الفرن بتاعتك، لو الفرن حامي او لأ. تمام، احنا هنا كده خلاص بنحط الجبنه الموتزاريلا وخلصنا كده. احنا قلنا ان احنا الفرن لازم يكون سابق التسخين يا جماعه، درجه حراره 180، وبتاخد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه في الفرن، وبتطلع بجد خطيره خطيره خطيره. اللي مش عارف انها معموله بدقيق شوفان مستحيل يعرف او يتوقع ان هي ممكن تكون معموله بدقيق مختلف عن الدقيق الابيض. بجد جميله جدا، صحيه، سعرات حراريه قليله جدا، تنفع لاي حد بيعمل دايت، تنفع للاطفال الصغيرين، تنفع لاي حد عنده مقاومه انسولين، اي حد عنده حساسيه من الدقيق الابيض. بجد جميله جدا جدا، انصحكم بتجربتها. وطبعا التوبنج زي ما انت حابه خالص، ممكن تحطي لحمه مفرومه قليله السعرات، ممكن تحطي فراخ شاورما، ممكن تحطي اي حاجه. انا استخدمته النهارده كان ستريبس معمول في الاير فراير. كده يكون انتهى معانا الفيديو حبايب قلبي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنسونيش في الاشتراك 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 الاشتراك، اهم حاجة يا حبايب قلبي، الاشتراك او السبسكرايب اللي موجودة تحت الفيديو باللون الاحمر. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.